هذا الشعب أنا أتوقع يجينا زعيم شيعي أو سني أو كردي، والله لا أفرق بين هذا وهذا، ولكن الزعيم الذي سيقود العراق الواحد قادم لا محالة، وهذا ليس اجتهادي وإنما من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأزيدك من الشعر بيتا. أنت هل تعلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العهد الذي نحن فيه؟ قال إن هذا العهد بدأ نبوة ورسالة، ثم يكون خلافة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يعود خلافة على هدي النبوة. اسمعها زين، وأنا هذا أقول لك إياها لأول مرة. الخلافة الحقيقية على هدي النبوة، أي على هدي آل البيت، أي على أهل البيت الذي تجمع عليهم الأمة، من الذين لا يزال تجمع عليهم الأمة الإسلامية في كل مكان، سيدنا الباقر وسيدنا الصادق عليهم السلام. كما قال أبو حنيفة: ما فتح الله علي العلم. طبعا أنت تعرف 90% من الشعب السني أحناف. ما فتح الله علي العلم إلا عندما اتصلت بالباقر والصادق، أصابتني منهما ريح النبوة. سيظهر واحد سيقود العالم العربي والإسلامي على مذهب آل البيت الحقيقيين، على مذهب الباقر والصادق الذي هو مذهب المسلمين ومذاهب المسلمين، والباقر والصادق هم أساتذة وشيوخ كل علماء المجتهدين. إذن أنا أراهن على هذا قادم، وكأني أراه. ليش؟ آن وقته وحان وقته. الخير قادم، لا تقوم الساعة حتى يعود الناس إلى ما تركوه.